السلام عليكم. جبت لكم اليوم حكاية تخوف. حكاية وقعت في الجزائر العاصمة وما زال سرها متفكش. تخيل تروح تخدم في بلاصة عادية وفجأة تلقى روحك عايش كابوس وانت فايق. وش رايكم نبدأ الحكاية؟ ما على باليش اذا هبلت ولا انا مهبول دوريجين، مي واش صرا معايا في 2021 لازم نحكيه لكم باسكو ما صبت حتى تفسير. أنا شاب جزائري في عمري 25 سنة، والضربة هذه صارت لي كي كان في عمري 20 سنة. كنت إتيديون جاستيون بحكم أنه بابا ميت الله يرحمه وعندي يمة وأخواتتي صغار عليا. كنت لازم نصيب خدمة باش نعاون يمة مسكينة. أيامات كاملين وأنا ندور على لي ماغازين ونهدر معاهم. كاين وين صبت بصح الخدمة تاع نهار وأنا نقرأ، يعني امبوسيبل نراطي قرايتي. حتى ربي يفرج وصبت اوتيل كان يحوسوا على خدامة في الليل، في النهار دايرين البنات وفي الليل دايرين الرجال. قالوا لي نخلصوك 2 ملايين ونص، تخدم من الجمعة للثلاثة، يعني الاربعة والخميس ما نخدمش. انا عجبني الحال وقلت لهم فيها، وبديت غدوة من ذاك باسكو كانوا يحتاجوا الخدامة إيرجون. هذا الأوتيل بلا من نجبد اسمه باسكو والله ما ليه هايلين وناس ملاح بزاف، ما كانش قديم بزاف، عنده واحد 10 سنين ماكسيموم، وكان بسيط 3 زيتوال، ومام لي شامبر تاوعو آلاز وملاح. بديت الخدمة تاعي نهار الاول ومول الشي ورالي الاوتيل وفهمني في الخدمة كيفاش، وجست قال لي اذا جاكش واحد يسيستي عليك ما تديرش عليه راهو مريض. انا فهمتش، حسبه لي راه يهدر على كاش مهبول ولا. قلت له ما كاش مشكل وبديت الخدمة. اقتلني الفيد 2 ملايين ونص ونبقى قاعد شكون كيما انا. حتى واحد الليلة تقلبت عليا الآية. كنت قاعد مور الكونطوال في الريسبسيون مع اللي طلعت راسي صبت راجل واقف ويشوف فيا. انا طرت من بلاصتي من الخلعة باسكو عندنا لاصونات كي يدخل واحد اللوتيل تصوني امبوسيبل ما نسمعوش. انا قلت بالك كان فلاشومبر تاعو، وهذا وين هبط كانت 3 تاع الصباح. كان لابس فيست نوار وجين وداير قرمونة، وجهه كان شاحب قراف ويبان عيان، من لاج تاعو ما يفوتش 30 سنة. قلت له وي خويا كاش ما خصك؟ مي بقى غير يشوف فيا ما قال لي والو. حتى نطت من الكرسي وعاودت سقسيته، قال لي ديرونجاوني يا الرب. قلت له شكون؟ قال لي لا شومبر لي قدامي، قال لي راني في الشومبرا 103 وهما الشومبرا 102. ومن بعد ديريكتومون قبل ما نريبونديلو على كلامه طلع في الدرج لشومبرتو. طلعت لا شومبر 102 وكيما كان الحال كانوا البنات يهدروا فور. طبطبت عليهم وفهمتهم مش كاين. قالوا لي هو اللي فطنا وزيد معانا مرأة اونسانت قريب ما طاح لها البيبي. قلت لهم علاش غير الخير؟ قالوا لي كنا نهضروا نورمال بالعقل، حتى سمعنا من الصال دو بان واحد يطيح بالمقلوب بفاصون ماشي نورمال، ولا فوا تاعو ما كانتش نورمال، كانت خشينه بيزار. وقعد يقول لنا ايامات برك، والله ايامات برك وتشوفوا. وبدا يخبط بفاصون ماشي نورمال. قالوا لي باللي لافوا تاعو تلمو كانت قاويه، حتى حسبات لنا كاين واحد راهو في الصال دو بان. ما كاش لي قدرت تبوجي من الخوف باسكو لافوا كانت جايه ديريكت من الصال دو بان، ما تبانش جايه من مور الحيط ولا من الشومبرا اللي قدامنا. حتى وحده منهم قالت لهم ذوك كنت في الصال دو بان امبوسيبل يكون كاش واحد فيها. وناضت ودخلت، وكيما كان الحال ما كان حتى واحد. بورتون لافوا جات من فمك. في 3 سمعنا نفس الشيء. قلت لهم بين جاركم وذوك نروح نهضر معه. قالوا لي ماذا بيك اون بليس الليل وما عندهمش وين يروحوا، جايين من ولاية خلاف. المهم طبطبت على الشومبرا 103 بصح ما كاش اللي فتح لي الباب، وزدت طبطبت على الشومبرا 104. قلت اون سي جامي يكونوا هما اللي راهم يديرونجو في البنات. فتحت لي عجوزة فهمتها وش كاين، قلت لي روح يا وليدي راهي 3 تاع الصباح
وش من لافوا تاع راجل، راني غير وحدي. هبط لا ريسبسيون نجري نفيريفي شكون اللي راه في الشومبرا 103، مي ما صبت حتى واحد، كانت الشومبرا فيد. مي قلت بالك كاش خدام ولا لا فامي تاع مولا شي رقد فيها. مي البروبليم لي دو كلي كانوا معلقين. اديت المفتاح ودخلت، صبتها فارغة والفراش مرتب وما فيها حتى بروبليم. تسمى هذاك السيد منين جا وين راه وشنو اللي سمعوه هذوك النساء؟ غير طلع الصباح وجا مولا الشي، هدرت معاه وفهمته. قال لي ياك قلت لك ما تهدرش معاه. قلت له كيفاش ما نهدرش معاه؟ سيد قاعد يعيط على النساء. قال لي يا ودي السيد ملي فتحنا لوتيل وهو يهبل في الريسبسيونيست في الليل ولي كليون ما صبنالوش الحل. قلت له علاش ما ديروش كاميرات؟ قال لي يا وليدي درنا وسيينا كلش، بصح سوا الكاميرا تطيح اون بان بلا سبه، سوا ما نصيبوهاش اصلا، سوا يصرى بروبليم. قال لي كرهنا، اي قلنا خليه وخلاص، اصلا جامي اذى واحد. قلت له راكم قابلينه نورمال؟ قال لي وشكون قال لك باللي هو بنادم اصلا؟ قال لي جامي يدخل من الباب وجامي يخرج، سوا يجي يشوف الريسبسيونيست ويعاود يطلع، ولا خطرات يسمعوه يهدر ولا يدير صوالح بيزار في الدرج. قال لي اللي كان قبلي يخدم سمعه يقول هذه مدة ويقتاش تفرج. قال لي كلام مش مفهوم. وقال لي الحاجة اللي تدوخ أكثر سيكو سيد عنده 10 سنين وهو يبان، و10 سنين وهو بنفس اللبسة، و10 سنين بنفس الوجه، ما كبر ما والو، يعني يبان برك عيان ووجهه دايما شاحب. قال لي امبوسيبل يكون من الانس. قال لي سما كي تشوفوا اقرا آية الكرسي وما يصرى لك والو ان شاء الله. مي انا ما نكذبش عليكم، ما قدرتش نقعد في الاوتيل اكثر من شهر. ايماجينيو نتخطف ولا نتلطم بعيد الشر، اللي خاف سلم. هو ما كانش يبان بزاف، يا ربي مرة في السمانة، مي كومام تبقى حاجة بيزار. تكون قاعد حتى تحس النفس موراك، تسمع انسان يعطس والله يسعل، تشم ريحة الدخان وانت وحدك في لا ريسبسيون. خطرة حشاكم حتى كنت نشم ريحة البول في لا ريسبسيون، يعني حتى لي تواليت تاع الخدامة وجاية في البريمي ايطاج. تسمى ما قدرتش نصبر اكثر، بورتو انا انسان ما نخافش، مي الحاجة البيزار تبقى بيزار. ومن نهار الاخر التاعي في لوتيل هذاك ما زدتش رجعت ليه، والله زدت جست عليه. ان شاء الله برك ما يكونش اذى الخدامة. على كل حال وهذه هي كالعادة لا فامي، قولوا لي رايكم في لي كومونتير على هذه الحكاية.